الدعوة الثانية المرفوعة قدام مجلس الدولة بتطالب بمنح شهداء الثورة قلادة النيل. التفاصيل كلها هنعرفها من مقدم الدعوة الأستاذ طارق العوضي المحامي ورئيس مركز دعم دولة القانون. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء الخير يا أستاذ ريم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أولا يعني الدعوة مرفوعة ضد مين أو بتختصم مين تحديدا فيها؟ الدعوة مرفوعة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته صاحب اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري. طيب يعني رئيس الجمهورية فقط هو الذي يحق له أن منح النياشين والأوسمة بموجب القانون 12 لسنة 72. طيب ليه اللجوء إلى القضاء؟ إيه المخالفة اللي هو ارتكبها أو إيه القرار اللي اتخذه أو امتنع عن اتخاذه يستحق عليه رفع الدعوة؟ احنا عاملين طعن على ما يسمى بالقرار السلبي اللي هو القرار الذي امتنع رئيس المجلس الاعلى بوصفه قائم باعمال رئيس الجمهوريه او له صلاحيات رئيس الجمهوريه عن منح شهداء الثوره قلاده النيل العظمى. قلاده النيل العظمى دي منصوص عليها في القانون 12 سنه 72 المنظم للاوسمه والانواط، وهي تمنح لرؤساء الجمهوريه اولا، ثم للاشخاص الذين قدموا اسهاما مميزا يؤثر على حياه المصريين. وبالتالي ما فيش افضل ولا عندنا حد اثر على حياه المصريين افضل من هؤلاء الشهداء اللي قدموا ارواحهم وما خدوش اي حاجه. يعني هم قدموا ارواحهم فقط من اجل رفعه هذا الوطن. طيب بس حضرتك اللي بتقوله كمان معناه انه من يحاكم الان يعني بقتلهم حائز على قلاده النيل. للاسف الشديد يعني كتير جدا من رموز النظام وعلى راسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك حاصل على قلاده النيل العظمى، صوفي ابو طالب حاصل على قلاده النيل العظمى، حسب الله الكفراوي، ماهر اباظه، ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، مشهور احمد مشهور، محمد فهيم ريان بتاع مجلس مصر للطيران، طبعا نجيب محفوظ والبرادعي وزويل. فاحنا بنقول ان هؤلاء الناس بالتاكيد في منهم من نتفق مع انه قدم فعلا اسهامات اثرت في حياه المصريين تاثيرا شديدا، لكن لا يوجد في العصر الحديث او في السنين الاخيره على الاقل من اسهم اسهاما مميزا اثر على حياه المصريين وعلى الوطن المصري كله. معلش استاذ طارق، هل شهداء مثلا يعني شهداء الحروب اللي خضناها، شهداء القوات المسلحه حائزين على قلاده النيل ولا لا؟ شهداء الحروب باعتبارهم عسكريين بياخدوا ما يسمى بنجمة سيناء. هم معظمهم حاصل على نجمة سيناء، ودي بترتب معاش شهري بيورث كمان الى الورثه. تمام. طيب حضرتك بتطالب بمنحهم قلادة النيل بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على ثورة 25 يناير، هل ده معناه انه الحكم قد يصدر قبل 25 ولا مش بالضرورة؟ احنا قدمنا طلب بالمعنى دوت مرفض بصحيفة الدعوة ان احنا يعني نأمل من المحكمة ان تصدر حكمها في هذه الدعوة قبل يوم 25 يناير، وفي انتظار الرد غدا على الطلب وتحديد الجلسة، واعتقد انها ممكن تبقى الثلاثاء القادم مباشرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق العوضي المحامي ورئيس مركز دعم دولة القانون وصاحب الدعوة المرفوعة قدام مجلس الدولة اللي بتطالب بمنح شهداء ثورة 25 يناير قلادة النيل العظمى، اللي ما يصحش أنه يكون من يحاكم الآن بتهمة قتلهم حائز عليها وهم حتى الآن لم يحصلوا ولا